معنا اليوم في الحلقة 87 من سلسلة التعريف بالصحابة غير المشهورين صحابي جليل الملقب بالمنحور أبو رهم كلثوم بن الحصين الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو رهم الغفاري أسلم بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لم يشهد بدرا وإنما شهد أحدا وبايع تحت الشجرة وشهد خيبر وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين، ولم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إلا لأمانته وديانته. شهد أحدا فرمي بسهم في نحره فجيء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبصق فيه فبرأ كأن لم يكن به وجع ولا جرح، وكان يسمى بعد ذلك بالمنحور. له قصة عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم تدل على علو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وتدل أيضا على شدة محبة كلثوم بن الحصين أبي رهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير من الطائف إلى الجعرانة، وأبو رهم الغفاري إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام على ناقة له، وفي رجليه نعلان له غليظتان، إذ زحمت ناقته ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو رهم: فوقع حرف نعلي على ساقه فأوجعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجعتني، أخر رجلك. وقرع رجلي بالصوت. قال: فأخذني ما تقدم من أمري وما تأخر، وخشيت أن ينزل في قرآن لعظيم ما صنعت. فلما أصبحنا بالجعرانة خرجت أرعى الظهر وما هو يومي، خوفا أن يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم رسول يطلبني. فلما روحت الركاب سألت فقالوا: طلبك النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: هذا ما كنت أخاف وأحذره. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أترقب، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أوجعتني برجلك فقرعتك بالصوت وأوجعتك، فخذ هذه الغنم عوضا من ضربتي. وكان في الوادي 80 غنمة. قال أبو رهم: فرضاه عني كان أحب إلي من الدنيا وما فيها. انظر لخوف أبي رهم رضي الله عنه من ذلك الأذى الخفيف الذي ألحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير قصد. وانظر للنبي عليه الصلاة والسلام كيف عد قرعه بالصوت لأبي رهم حين نبهه أنه قد أوجعه، وأراد أن يكفر عن ذلك الصوت الخفيف فأعطاه 80 غنمة. فماذا يقول الظلمة الذين ما سلم منهم البلاد ولا العباد؟ وماذا يقول الشامتون والمعتدون والذين لا يرقبون إلا في المؤمن ولا ذمة؟ وماذا يقول من يتسلطون على حقوق الناس؟ كيف يكون المصير غدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبه الرجل بالصوت بأنه أوجعه، ثم يبرئ ذمته من ذلك الأمر ب80 غنمة، مع أن الرجل ما كان يترقب شيئا من ذلك، بل عد ذلك ذنبا على نفسه، ورأى أنه قد جاء بشيء كبير إذ ألحق الأذية الخفيفة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه الحب الحقيقي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام للرسول صلى الله عليه وسلم. وبالله، هل تكون هذه إلا أخلاق النبوة؟